ده شكل الفرخه اللي كانت منقوعه في الزيت. ايوه هي دي. على مالك على مالك. هي بتطلع معاها الرز، بيطلع معاها الملوخيه. الوجبه كامله. الوجبه كامله. يعني انا جيت اكل هنا، جاي اكل في بيتي. برضه بياكلوه مع المكرونه، بياكلوه سندوتشات ولا بياكلوه ايه؟ ايه؟ بياكلوا سندوتشات. السندوتش عندي ب 10 جنيه. تمام. وفي اللي بياكل عنده مكرونه بالكبده بالسجق، بياخد الطلب ب 35 جنيه. بياخدوا الطلب ب 35 جنيه. طبق السجق، مكرونه بالسجق مع رغيفين العيش ومع المخلل ب 35 جنيه. انت ما شاء الله عليكي. قلت لي حاجه قبل ما نصور، قلت لي انا الصبح حاجه. الصبح ببقى شغاله حاجه، واخر النهار ببقى شغاله حاجه ثانيه. واخر النهار بتعملي حاجه ثانيه خالص. اخر النهار بشتغل حاجه ثانيه، بعمل السمك البولشي ورز صياديه وسلطه، وبرضه الوجبه عندي حنينه ب 75 جنيه. يوم السمك بيبقى خاص لوحده ولا لا، بعمله مع الاكل بتاعي. مع الاكل بتاعك برضه. تتبيله البانيه هي تتبيله الفراخ ولا مختلفه؟ لا، هي التتبيله، بس في بقى الفراخ المشويه بيتحط لها الفراخ دي بتبقى مسلوقه. الفراخ دي مسلوقه وبحمرها. تمام. غير الفراخ المشويه دي بسلقها، بحط لها البهارات، بحط لها الفلفل، بحط لها الملح، بحط لها التوابل بتاعتها، بصلايه، طماطمايه، اخليهم يغلوا وحده الماجي، بخليهم يغلوا وانزل فيهم وبنزل بالفراخ بعد ما بتدبل. تنزلي فيها بعد ما بالفراخ، بس بتبقى مغسوله ومنقوعه وكل حاجه. طبعا الرز بيتعمل هنا. بعمل الرز هنا. الملوخيه بتعمل هنا، بتعملي الخضار عندك كله. وبعمل كل حاجه. انت بقى يعني مميزه بالمكرونه البشاميل. استني كده نشوف وهي في الفرن. يا عيني على الجمال. هي مكرونه باللحمه ولا بالفراخ؟ مكرونه باللحمه المفرومه، وفي مكرونه بالفراخ. تمام. دي باللحمه المفرومه حسب ما زبون المصنع عندي بيطلبها. بس هو ده بيبقى حجم واحد ولا في لا، عندي الحجم ده وعندي برضو الحجم الصغير. انا ام منجي بعمل اكل بيتي في 52 شارع بين السيارج باب الشعريه. بعمل فراخ محمره، بانيه، بعمل مكرونه بالصلصه، بعمل كبده، بعمل سجق، بعمل بشاميل. انا فاتحه هنا بقالي 4 سنين، في السنه الرابعه بتاعتي. بقالي 4 سنين فاتحه عشان طبعا الظروف والمعيشه والدنيا الغلا والحاجات دي كلها. قلت تساعدي نفسك يعني. فبساعد بقى، فاتحه انا فاتحه البيت بس مش اكتر. يمكن انا شايف زباينك هنا بيجوا لك مخصوص. يمكن انا لا بصراحه تسلم ايديها. لا مفيش مجامله بصراحه، احنا بناكل من عندها بقالنا كتير كمان، والاكل بتاعها طعمه حلو بصراحه. جاي لها من مكان بعيد تقريبا او جاي لها مخصوص؟ انا باجي لها من الشارع التاني كمان، مش من هنا يعني. انا باجي لها من الشارع اللي ورانا من نحاسين عشان اكل من عندها برضه. ما شاء الله هي اكلها حلو. لا يا بسم الله ما شاء الله، بيتي زي اكنه في البيت عندي. انت مش حاسس ان انت بتاكل اكل في مطعم؟ لا.